عادات عند الفراعنة لو فعلتها اليوم سيظنك الناس مجنوناً. هل تصدق أن المصريين القدماء كانوا يضعون أشياء غريبة في قبورهم ويؤمنون أن القطط كائنات مقدسة؟ ما ستسمعه الآن أغرب مما تتخيل. المصريون القدماء لم يكونوا مجرد بنات أهرامات، بل كانت لديهم عادات غريبة ومدهشة حيرت العالم حتى اليوم. كانوا يعتقدون أن الحياة لا تنتهي بعد الموت، لذلك كانوا يضعون الطعام، الذهب وحتى الملابس داخل القبور، وكأن الميت سيعود ليعيش من جديد. ولم يتوقف الأمر هنا، فالقطط عندهم لم تكن مجرد حيوانات أليفة، بل كانت مقدسة لدرجة أن إيذاء قطة قد يعرض صاحبه لعقاب شديد. ومن أغرب عاداتهم أيضاً استخدام العطور والزيوت يومياً، حتى أن الرجال والنساء كانوا يهتمون بالنظافة والجمال بشكل كبير جداً مقارنة بزمانهم. وكانوا يؤمنون بالسحر والتمائم، ويحمل الكثير منهم قلادات يعتقدون أنها تحميهم من الشر والحسد. العجيب أن كثيراً من أسرارهم ما زالت تحير العلماء إلى اليوم، فكيف استطاعوا بناء حضارة أبهرت العالم بدون التكنولوجيا الحديثة؟ ربما لم يكونوا مجرد شعب عادي، بل حضارة سبقت زمانها بآلاف السنين. ما هي أغرب عادة سمعتها عن الفراعنة؟ وهل تعتقد أنهم كانوا متقدمين أكثر مما نتصور؟